السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. جايه لكم طبعا، انا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات، ما بحبش اعمل فيديو غير لما يكون حاجه يعني حاجه تستحق ان احنا نتكلم عنها، مش بعمل حشو وخلاص يعني. لما فاكرين طبعا انتوا شايفين اللي قدامنا دي فراخ بياضه اللي انا اشتريتها، اللي هي الايزا واللهمن. اللي قدامنا ده لهمن، اللي مش عارفني يعني انا جبت مرتين فراخ بياضه. مره جبت ايزا ولهمن اللي هي اهي زي الايزا دي فراخ البياضه البيضه، وبعدها بشهر او شهر ونص اشتريت بعدها بشهرين ونص كمان، مش متذكره قوي التاريخ يعني. المهم اشتريت بعدها الفراخ لهمن بس. الفراخ الاولانيه دي انا متذكره التاريخ طبعا لاني كاتبه عندي كل حاجه بالتواريخ. انا جايبه يوم 18/8 او في نص 8 بالظبط، نص شهر 8. طبعا الفراخ اتاخرت عندي على ما بشرت. من ضمن الفراخ اللي كانت جايالي كانت في فرخه عجيبه قوي، كانت صغيره خالص حوالي 400 جرام اللي هي في ايدي دي. بصوا يعني انا عايزه اجيب لكم، انا متهيألي لو وزنتها برده مش هتجيب حاجه. ايه الفرخه دي بقى اللي انا جايه اتكلم عنها النهارده؟ الفرخه دي انا شكيت طبعا لان هو كان خممني في موضوع الاعمار يعني، وربنا يصلح حاله ويهديه. دي كانت صغيره قوي، فانا قلت خلاص دي عمر صغير. هحاول امسكها من رجليها بس عشان اوريها لكم. قلت دي عمر صغير وهتكبر معايا وهتبشر وتبقى كويسه. مع مرور الايام طبعا من نص شهر 8 اهي، بصوا اهي انا ماسكاها اهي اهي، شايفين وشها عامل ازاي؟ شايفين يعني، شايفين دي جايالي مع مين؟ ما شاء الله جايالي مع لما تقرب عليا واحده ايزا هوريكم وشها عامل ازاي. من كتر انها قعدت باضت يا مريم، من كتر انها قعدت معايا يعني. فالمهم الفرخه دي بقى لها معايا حوالي 4 شهور. عدوا انتوا بقى من نص 8 لحد نص 1، يعني نص 8 9 10 11 12 1، لا ده 5 شهور. 5 شهور دول يعني 150 يوم. يعني لو كانت جايه لي عمر يوم اصلا كانت زمانها بشرت. طب دي بشرت ولا ما بشرتش؟ ما بشرتش ومش هتبشر. عارفين ليه؟ لان شكلها كده سردة، شكلها من النوع السردة. اولا حجمها صغير جدا، هي كبرت شويه عما انا اشتريتها، عما كانت معايا. المفروض ان هي جايه لي اصلا عمر 100 يوم. انتوا متخيلين يعني ايه جايه لي عمر 100 يوم وقاعده عندي دلوقتي 150 يوم؟ انتوا متخيلين يعني 9 و10 و11 و12 واحد، والله 150 يوم قاعده عندي. يعني المفروض دلوقتي ده لو هو خممني وجايبها لي عمر 50 يوم، عمر شهرين مثلا، وقعدت عندي عمر 150 يوم، دلوقتي زمانها عندها عمر 200 يوم. يعني كان زمانها بتبيض. عارفين 200 يوم 210 يوم 7 شهور. 7 شهور ده لو فرخه بلدي كان زمانها باضت. الفرخه دي بقى من ورا يا جماعه العظمتين بتوع الحوض بتوعها اللي هو المفروض ينزل منها البيضه لازقين في بعض. انا مش عارفه لو وريتهم لكم هيبانوا ولا لا، بس بصوا يعني من هنا ربنا يعزكم. انا طبعا بقيس بصباعي كده بالعظم من بره، والله العظيم العظمتين لازقين في بعض، لازقين في، يعني مستحيل. دي اكيد سردة، دي اكيد سردة. طبعا انا عشان زي اي مربي دي اول او تاني مره اجيب، فبنتعلم، كلنا بنتعلم. فعشان انا اتعلمت حاجه او استنتجت حاجه واكتشفت حاجه، فعايزاكم تتعلموها ان الفراخ دي برضو فيها سردة، ان الفراخ دي برضو فيها سردة. في اللي ما بيكبرش وفي اللي عنده عيب، ما ممكن ده يكون عيب خلقي، خلاص هي مش مقفوله العظمه لازقه في العظمه. عارفين يعني ايه؟ يعني ما فيش حتى مجال لنص سنتي، ما فيش مجال لنص سنتي. ازاي فرخه عمر 150 يوم عندي، مش هقول بقى الحقيقه هاتي، طب ثواني، ازاي عمر فرخه عندي 150 يوم وانا جايباها من عنده عمر 100 يوم وتفضل بالشكل ده، غير انها تكون سردة؟ طب انا خلصت بقى اللي انا يعني جربته ده. في برضو حاجه تانية، تجربه تانية حصلت معايا بالصدفه، ان كان في فرخه قاعده كده ساكته كده مع نفسها. يوم كانت كبيره ما شاء الله، انا وزنتها، ده انا وزنتها اليوم اللي ذبحته فيها يعني، مش وزنتها اول مره. المهم لما وزنتها كانت كيلو 700. اليوم اللي انا ذبحتها فيه دي كانت تاني يوم او تالت يوم عينه فيه، واقفه ساكته كده مع نفسها، لا عايزه تاكل ولا عايزه تشرب. وانتوا عارفين بقى ان انا تعبت من موضوع اللي واقف ساكت ده، فخلاص بقى اللي يقف ساكت ما بستناش ان هو يكمل معايا، فبذبح على طول. تخيلوا ان انا ذبحتها، المفروض ان هي كبيره كيلو 700 وما شاء الله حلوه يعني. لقيت الجوه العنقود البيض بتاعها حاجه كده قد العدس. يعني المفروض ان الفراخ اللي قدامكم دي كلها مبشره معايا، والمفروض ان هي بتبيض، بس طبعا ما بتدينيش انتاج البيض كامل.
فلقيت من جوه العنقود البيض يعني زي العدس، المفروض كده ان هي ناقص لها كمان مثلا شهر على ما تبشر معايا. شهر ده كتير قوي يا جماعه، لما اكون انا جايبه الفراخ العمر ده كله. حتى الفراخ الجديده اللي انا جبتها، يعني الفراخ الجديده اللي انا جايباها المفروض المفروض يعني تبشر في نص واحد اللي احنا فيه ده، وهي بشرت معايا بدري شويه. فخلاصه الكلام يعني عشان انا اتعلمت وفهمت، انا الصراحه مش هشتري فراخ بياضه تاني. لو يعني اللي يسالني بقى هتشتري فراخ بياضه تاني، انا مش هشتري فراخ بياضه تاني. الفراخ اللي انتوا شايفينها قدامكم دي فراخ بلدي على لهمن على ايزه اهي. ادي ايزه، ادي اول واحده ايزه. انا هسيب دي بقى خلاص كده. ادي واحده ايزه هي لسه بيضه ما شاء الله، بس طبعا مش دي تمام. فانا بقى اللي هعمله الصراحه، انا مش هشتري فراخ ايزه تاني، لان انا اتدينت جامد وكان عندي ثقه ان الناس الحاجه اللي بتيجي حلوه. موضوع الفراخ ده بقى طلع فيه مواويل كتيره قوي. يعني تيجي تطلبي من التاجر فراخ بلدي حر، يروح جايب لك شويه هجين على شويه فيومي على شويه معرفش ايه، تطلبي جميزه يجي لك ايه على ايه، الفرخه ما بتجيش مظبوطه زي ما انت عايزه. فانا خلصت الكلام اللي انا فهمته بقى من المرحله دي، ان انا هعمل ليا انا لوحدي قطيع خاص بيا. يعني شوفوا فرخه زي دي كده، انا قلقانه اهي، شايفينها اللي مغمضه دي، هشيها كده يا مريم. اخاف انا لما الاقي فرخه بقى واقفه ساكته كده، بالذات ان انا جيت برضو النهارده لقيت واحده ميته من غير اي سبب كده ولا داعي. المهم الله خلاص يا ماما حطيها طالما هي هتتحرك. المهم ان انا مش هجيب فراخ بياضه تاني، ونصيحتي لاي حد هيبدا المشروع، هاتوا بس اعملوا قطيع لوحدكم، او لو انتوا عارفين حد ثقه، يعني لو انتوا عارفين تاجر ثقه. احنا اصل في ناس غلابه كده زي حالاتنا، اللي هو لا نعرف تاجر ولا احنا جنب مزارع ولا احنا عارفين حاجه، فبنشتري من النت، نشتري من تاجر، نشتري من النت. فخلاص تجربتي انا مش هشتري تاني. لكن هعمل ايه؟ انا بقى هعمل قطيع ليا لوحدي. اولا الفراخ البلدي عندي بسم الله ما شاء الله حلوه زي الفل، وبتجيب لي انتاج حلو قوي والله العظيم. بتجيب لي يعني اقول لكم ايه، ده الفراخ البلدي عندي ما تجيش ربع الفراخ دي كلها والله العظيم. ربع ايه ده، ما تجيش حاجه، يعني ما تجيش 10% من كميه الفراخ دي كلها، وبتديني انتاج ما شاء الله اللهم بارك حلو زي الفل. على الاقل يعني ما شاء الله، يعني بتاكل اي حاجه، لو حطيت لها هتاكل اي حاجه. انما البيضه اللهمن والبيضه الايزه دي انا هعمل تجربه جديده ان شاء الله. ان انا عندي كام ديك هنا شغالين، انا هحاول اعمل هجين بقى. انا يعني هحاول اعمل، امسكي كده ماشي حبيبتي، هحاول اعمل هجين ما بين البلدي وما بين الايزه واللهمن، وهرقد واشوف الانتاج هيطلع لي ايه. ولو ما نفعش الانتاج يطلع لي كتاكيت بقى وانا اللي اربيها. لو ما نفعش الانتاج فانا مش هكرر التجربه تاني. يمكن الله اكبر الله العظيم، يمكن اغير رايي في اخر التجربه يمكن. بس في الوضع الحالي كل ما بمشي بمرحله بقول لكم على شعوري بيها. شعوري دلوقتي سيء جدا، لان انا فلوسي كلها محطوطه في الفراخ، وانتاج البيض مش هو اللي الواحد كان متوقعه. يمكن الظروف مختلفه شويه عن اي حد، يمكن انا مش مؤهله لهم الظروف الكويسه، ان هم مكان وتدفئه وشمس وكلام من ده. فعلى قد ظروفي الله اكبر، فعلى قد ظروفي انا هشتغل. لو حضرتك عندك مزرعه مجهزه وعندك اضاءه وعندك تدفئه وعندك فلوس تدفع وتاكل كويس قوي وتستنى بقى انتاج البيض وتعالج وتدي فيتامينات وحاجات من ده، اشتغل وجرب وشوف. لكن بناء على تجربتي انا، لا انا مش هجرب التجربه دي تاني، مش هعيد التجربه تاني. يعني انا النهارده اهو بعد شهرين في الفراخ الجديده من التبشير، بعد شهر من الفراخ الجديده من التبشير انا مش هعيد التجربه دي تاني. ويمكن رايي يتغير والله اعلم، يمكن رايي يتغير، بس انا بقول لكم على اللي انا وصلت له، ان الموضوع كده صعب. الفراخ البلدي بالنسبه لي احسن بكتير والله المستعان، ربنا يكتب الخير من عنده. حبيت اعرفكم بس ان الموضوع ممكن يحصل فيه سرده، ممكن يبقى فيه عيوب خلقيه في الفراخ انها ما تبطش، زي الفرخه اللي انا وريتها لكم اهي. هي دي عندي بقى لها 200 يوم اهي، 150 يوم، والمفروض ان هو جايبها لي عمر 100 يوم، يعني 250 يوم وما بضتش ولا عملت اي حاجه. الله المستعان. دعواتكم لينا بصلاح الحال وربنا ييسر الخير والبلدي يكسب. لحد دلوقتي البلدي يكسب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.